النرجسي بعد مرحلة الحب والإغواء دي بيعمل ايه؟ بيعمل إساءات نرجسية، وبيعمل أساليب سلبية وأساليب نرجسية كتيرة 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 في الضحية. لما الضحية بتبدأ إنها تتقبل الإساءات دي، بتبدأ إنها ما تعترضش خالص على الإساءات دي، وفي نفس الوقت هي مش مدركة لذاتها، مش مدركة لنفسها، في نفس الوقت هي مش عارفة قيمة نفسها، هي منساقة لسلبيات النرجسي، بتصدقها على نفسها وهكذا. فبالتالي بنجد ان النرجسي بيزود في الإساءات دي. طيب هو بيزود في الإساءات دي على أساس ايه؟ على أساس هل الضحية دي تنفع انها تكون أم للنرجسي؟ هل الضحية دي تنفع انها تغفر وتسامح وتكون أم للنرجسي؟